وحش الاخبار، يا رب دايما تكون بخير. كلمتك في الفيديو اللي فات عن الكابتن حسام البدري وعن رايي انا الشخصي في فكره ان انا رافض ان هو يرجع يتولى تاني مسؤوليه تدريب النادي الاهلي، لكن انا كان بالنسبه لي الموضوع فني. لكن لما لقيت بعد كده الكابتن حسام البدري نزل بيان فحسيت ان الموضوع خد طريق تاني غريب، يعني ولو كل مدرب الجماهير بترفضه يطلع بيان مش هنخلص. فقعدت ادعبس ايه اللي حصل. اتاري بيقول لك ان كان فيه هتافات في مباراة انبي ضد الكابتن حسام البدري. دخلت اشوف ايه الهتافات دي، لقيتها بصراحة صعبة جدا، حتى انا ما اقدرش اقولها لك. يعني اتهامات، يعني ان هو اتخلى عن النادي الاهلي وحاجات كده. يعني المهم فلقيت ان الموضوع خد سكة تانية خالص، وفكرة ان هو تقييم مش فني، فكرة ان هو تخلى عن النادي الاهلي. فما اعرفش جماهير النادي الاهلي اغلبها هم موافقين على الكلام ده، فكرة ان هو تخلى عن النادي ولا فكرة ان هو فنيا النادي الاهلي يستحق حد مع احترامنا الشديد ليه، يعني حد امكانياته اعلى من كده. فبغض النظر عن الجزئيه دي، لكن انا اللي استوقفني حاجه تانية مهمه في البيان اللي هو نزله واللي كابتن مدحت شلبي قاله. جزئيه انه رفض تدريب النادي المصري ده حقيقي حصل، لكن جزئيه تخليه عن نادي بيراميدز وانه ساب جمهور النادي الاهلي، لا، هنا كابتن حسام مع احترامي الشديد لحضرتك، لا، ده ما حصلش والكلام ده مش مظبوط. ليه؟ علشان سبب استقالتك من نادي بيراميدز واللي ترتب عليها حدث بالفعل. السبب اللي الكابتن حسام البدري طلب فيه الرحيل عن نادي بيراميدز مش علشان جمهور النادي الاهلي او حاجه تانية، هو كان علشان حابب يرجع للتدريب. هتقولي طب ما هو ممكن بيقول كده علشان يخلع ومش يخلع. طيب معاك، هل اللي حدث بعد كده ان هو ما رجعش التدريب؟ بالعكس، ده مسك منتخب مصر وبعدها مسك نادي اهلي طرابلس. يعني هو ساب نادي بيراميدز عشان يعود للتدريب، وبالفعل عاد للتدريب. ففكره بقى انه سابه بسبب جمهور النادي الاهلي ومش جمهور النادي الاهلي، لا، النقطه دي مش مظبوطه. دي كانت جزئيه، وده كان ملاحظاتي على البيان اللي خرج. الحاجه الثانيه برضو اللي انا مش فاهمها، فكره احنا بقالنا فتره اللجنه السكاوتنج في النادي الاهلي بتختار المدربين واللاعبين. انا مش فاهم اللجنه دي بتفكر ازاي. يعني احنا كابتن حسام بدري بنفكر في عودته تاني؟ يعني احنا بعد ريبيرو وبعد تورو هنرجع الكابتن حسام بدري تاني؟ ومنين عايز تظبط اوضه اللبس؟ ومنين عايز تجيب حد في اوضه اللبس برضو يعني تعامله مع اللعيبه مش سلس؟ بالاخص انك في فتره حرجه جدا، عندك شويه عقليات في اوضه اللبس مش سهله. واخص بالذكر امام عاشور. امام عاشور على فكره عامل نفس عينه صالح جمعه، نفس عينه كهربا، نفس عينه احمد عبد القادر. لعيب جامد جدا، بس دي فيها مشكله. انت علشان تطلع منهم حاجه لازم تعرف تتعامل مع دي. واضرب لك مثال ابراهيم سعيد مع مستر مانويل جوزيه. ابراهيم سعيد امكانيات جباره، باك يمين شغال، باك شمال شغال، نص ملعب، ليبرو، تحت روس حربه، كان ناقص يقف جون. ابراهيم سعيد لحد النهارده لا شفت ولا هشوف لعيب جه في تاريخ الكره المصريه بامكانيات اللعيب ده. الوحيد اللي قدر يشغله ويطلع منه حاجه مستر مانويل جوزيه. ليه؟ قدر يتعامل مع عقليته. يعني اذكر لك مثل بسيط كده، اي مدرب تاني ده ممكن يطلع ابراهيم سعيد كان بره النادي خالص. ابراهيم سعيد كان في فتره بقى الناس القديمه اللي في الفتره دي هتفتكر كلامي، كان بقى فكره موضه السبايكي والكلام ده وبتاع. فابراهيم سعيد كان ماشي على فكره الموضه، كان عمرو دياب اللي يعمله تلاقي ابراهيم سعيد عامله. فجت شركه طلبت من ابراهيم سعيد انه يعمل لها اعلان نظارات. خدت بالك؟ اعلان نظارات. ويا ريت نظاره عاديه، دي نظاره زي بتاعت ادجار ديفيدز بتاع هولندا، اللي هي النظارات ملونه ومش عارف بتاع، اللي هي نظارات مخصوصه لعيبه الكوره، اللي هم اللعيبه اللي عندهم مشاكل كده، ربنا يشفي ويعافي الناس كلها يا رب، عندهم مشاكل في عينيهم، اللي هو ممكن لعيب الكوره يلبسها وهو بيلعب عادي. ف والماتش ده كان ذهاب نهائي افريقيا او نهائي افريقيا حاجه كده في استاد القاهره. فابراهيم سعيد راح للكابتن ثابت البطل الله يرحمه، قال له انا فيها كابتن ثابت، الناس مضيت معاهم عايزين نعمل اعلان وبتاع وعايزين نلعب بالنضاره دي. فالكابتن ثابت قال له لا، منك للمدير الفني، انت عايز تلعب بيها، انا مش بعمل تشكيل ولا مسؤول عن اللعيبه في الملعب، اللي مسؤول عن اللعيبه في الملعب المدير الفني اهو. روح قول له. راح لمستر مانويل، والناس كلها عارفه ان مستر مانويل قطر في الحق مفيش يعني. فقال له يا مستر مانويل انا عايز العب بالنضاره عشان مضيت اعلان مع ناس وبتاع ومش عارف الكلام ده بقى له فتره وقعدت اجل، فدلوقتي انا اتحطيت في موقف محتاج ان انا العب بالنضاره دي. فمستر مانويل توقعك طبعا قال له لا. ايه اللي حصل؟ لا مش كده خالص. مستر مانويل قال له تخيل، قال له اصبر يا ابراهيم لما نرتاح في النتيجه بعدين نعمل اللي انت عايزه. تقريبا يا ربي كان ماتش كايزر تشيفز، يا كايزر تشيفز يا سان داونز اللي خلص هنا 3-0. يا سان داونز خلص 3-0 اللي خالد بيبو جاب فيه جونين، يا كايزر تشيفز اللي الحضري جاب فيه جون اللي هو خلص 4-1. المهم كابتن ابراهيم سعيد ساب النضاره مع مين؟ مع امير عبد الحميد على وعد مستر مانويل جوزيه. فعلا الماتش بدا، حطينا الجون الاول، الثاني راح ابراهيم سعيد رايح لامير عبد الحميد يقول له اديني النضاره، ما هو متفق مع مستر مانويل ان هو
ياخد النضاره يلعب بيها، بس بعد ما نرتاح في النتيجه مش ايه في اول المباراه. الجون الثالث دخل، الجون الرابع دخل، راح ابراهيم سعيد جاري عافيه واخد ايه النضاره من الايه من الكابتن امير عبد الحميد، ولعب بقى ايه بيها اخر ربع ساعه وعدى الموقف علشان ما حصلش عليه عقوبه او اي حاجه انت ما حسيتش بيه. القصه دي حقيقه، وكابتن ابراهيم سعيد نفسه حكى القصه دي. اللي عايز اقوله لك ايه، ان مستر مانويل جوزيه رغم كل صرامته وكل ان هو حاطط سيستم للفرقه وما بيتنازلش عنه ولا بيتراجع عنه، لكن عارف ان اللعيب ده جامد ودماغه دي محتاجه تتظبط، فما قالوش لا وخلاه ايه دخل معاه في عند، قال له لا، قال له نرتاح في النتيجه، وده المنطقي، نرتاح في النتيجه بعدين اعمل اللي انت عايزه. ده اللي حصل. مستر مانويل ما كانش بيتفاهم، لكن تعامل مع اللاعب اللي قدامه حسب عقليته. لك ان تتخيل لو الموقف ده مع الكابتن حسام البدري. قصدي اقوله لك ان الفرقه حاليا بظروفها الحاليه فيها بعض عقليات اللعيبه اللي محتاجه سنه ايه مرونه وبالانس كده في التعامل معاهم، او كل واحد فيهم محتاج ان انت عشان تاخد منه كل اللي انت عايزه وتطلع منه افضل اداء انك تنزل لمستوى دماغه، او تقدر ان انت بالمسايسه تتعامل معاه. دي كانت جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي حابب اكلمك فيها ان انا برضو في حاجه غريبه انا الفتره دي ملاحظها وانت اكيد ملاحظها، فكره الناس المسؤولين عن السكاوتنج في النادي الاهلي اللي بيختاروا مدربين واللعيبه. احنا مش فاهمين بدايه من انت تمشي جراتشيار عشان تجيب كامويش، دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره ان انت بنخلص من كولر بتجيب لنا ريبيرو وبعدين بتجيب لنا تورب، فاحنا الناس دي بتختار بناء عن ايه؟ يعني دلوقتي ريبيرو وتورب وكامويش الثلاثه دول يا راجل دول ما لعبوش في نادي غزل المحله، مع احترامنا لنادي غزل المحله، والله الثلاثه دول نادي غزل المحله يستاهل ناس اعلى من كده. فكره ان المسؤولين عن الاختيارات في النادي الاهلي الفتره دي انا مش عارف بيفكروا ازاي واختياراتهم دي على اساس ايه. والانقح من كمان كده اللي بيكتب كمان العقود، ادينا بنشوف ايه. يعني احنا دلوقتي بيقول لك ان تورب ده المفروض 1/7 30/6 او 1/7 يبقى خلاص بره النادي الاهلي، بياخد الثلاث شروط جزائيه 3 شهور. ودلوقتي بيقول لك المحامي بتاعه او وكيله بيقول لك لا احنا عايزين موسم كامل، ولو كده بنلجأ للفيفا ومش للفيفا. انا كان طول عمرنا عارفين ان اي حاجه فيها نزاع قضائي مع النادي الاهلي كنا بنبقى عارفينها بطيخه صيفي، عارفين النادي الاهلي ما بتفهمش وانه دغري، وان الموضوع اي حاجه فيها نزاع النادي الاهلي ما بيبقى مأمن نفسه كويس. خصوصا كان في اخرها موضوع حوار حسم بطل الدوري اللي كان بيننا وبين بيراميدز وراح للمحكمه الرياضيه، كلنا خلاص طمنا عارفين موقف النادي الاهلي ادام لجأ للقصه دي هو ايه في السليم. فهو الكلام اللي خارج حاليا من النادي الاهلي ان الموضوع هو لا مالوش اكتر من 3 شهور، لكن هو بيقول لك لا انا ليه اكتر من كده. فالحته دي برده مخلينا علشان في موقفين سابقين قبل كده مخلينا الموضوع مقلقين منه شويه. بس برده وسط ده كله وان احنا بقالنا فتره حبه حلوين بنهاجم مجلس اداره النادي الاهلي، وللاسف في ناس بقت تاخد الموضوع شخصانه شويه مع الكابتن محمود الخطيب، لكن برضو اللي اليومين دول بيحصل وفي ناس كتير برضو تحس ان هي شاده بلاستر زي المخطوفين كده وما بيتكلموش فيه. فكره الانجازات اللي بتحصل في العاب الصالات، كرة يد وكرة سلة وكرة طايرة وبطولات بتاخدها وبطولة افريقيا وفي انجازات بتتحقق، كل الناس دي مش شايفة الكلام ده ولا بتجيب سيرته. لكن اول اخفاق لفريق الكورة تعادل هزيمة مش عارف مشكلة بتلاقي كله لا مجلس الادارة مش عارف ايه والكابتن محمود الخطيب مش عارف ايه. لكن برضو ما احنا يعني يبقى برضو عندك انصاف. حاليا في انجازات بتحصل في العاب الصالات وديك شايف الاكتساح اللي اللعيبه رجال وسيدات عاملينه في العاب الصالات. هو زي ما في اخطاء في انجازات برضو، بس عادي في ناس عينيها للاسف ما بتشوفش غير الوحش بس. فدول الكلمتين اللي كنت حابب اتكلم معاك فيهم، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي وليك انت كمان. اشوفك على خير. السلام عليكم.